السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع حضراتكم الدكتورة آية القاضي. النهاردة هكلمكم عن مرض التيتانوس وإزاي أعالجه، إيه سببه، إيه البكتيريا المسببة ليه، والأعراض اللي ممكن تظهر. أول حاجة، مرض التيتانوس ده بتسببه بكتيريا اسمها الكوليستريديوم تيتاني، ودي بتعيش في الغبار والأتربة وفي روث الحيوانات، وبتنتقل للإنسان عن طريق الجروح أو الخدوش، خاصة لما بتبقى عميقة. البكتيريا دي بتفرز سم خطير اسمه تيتانوس بازمين، والسم ده بيأثر على الجهاز العصبي وبيعمل أعراض خطيرة زي التشنجات وزي تيبس في العضلات، خاصة في الفك والرقبة، اللي تسمى بمصطلح اللوك جاو. الوقاية الأساسية من البكتيريا دي بتكون عن طريق التطعيم بتطعيم التيتانوس، وهو تطعيم بيكون ضد بكتيريا التيتانوس، وده بيكون بيتاخد ضمن التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، وبعدين بتاخد جرعة ممكن كل 10 سنين. ولو تعرضت لأي خدش أو جرح عميق وكان ملوث أو اتلوث، بتاخد جرعة منشطة علشان تكون كوقاية ليك من البكتيريا دي، علشان طبعا تتجنب السموم اللي بتفرزها. ولو اي حد اتعرض لاي جرح عميق او نحسبه انه مثلا اتلوث، لازم يروح للطبيب ويشوف اذا كان ممكن ياخد جرعة اضافية تاني للتيتانوس ولا بتبقى الجرعة المنشطة كفاية، حسب الحالة طبعا اللي قدام الطبيب. يعني التيتانوس ده مرض خطير، بس سهل جدا الوقاية منه عن طريق التطعيمات، اللي هو تطعيم ضد التيتانوس او بكتيريا التيتانوس، وطبعا المتابعة مع الطبيب، وده بيكون خط الدفاع الأول لو تعرضت لأي جرح عميق أو ملوث. يعني ما تستهونش بأي جرح عميق أو ملوث، وممكن تستشير الصيدلي أو الطبيب عشان تعرف لو كنت محتاج جرعة تاني منشطة ولا أنت بالفعل أخدها وكفاية. يعني دقيقة واحدة اهتمام ممكن تكون منقذة لحياتك. يعني التطعيم كل 10 سنين بيأمنك 100% ضد بكتيريا التيتانوس دي. ولو حصل جرح عميق أو خدوش ملوثة، طبعا لازم تستشير زي ما قلنا الطبيب وتشوف إذا كنت هتاخد جرعة إضافية ولا لا. وطبعا هو ده المصل التيتانوس اللي بيتاخد، وده بيبقى متوفر بصورة كبيرة جدا في أي مستشفى، فالواحد ممكن ياخده. يعني مجرد ما يروح الاستقبال في المستشفى بيدوله الجرعة على طول لو هو المفروض انه ياخدها. تمام. وفي النهاية ان شاء الله يا رب اكون قدرت افيد حضراتكم، ويا رب اجعل هذا العلم صدقة جارية عنا. وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا.